بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. في هذه العجالة، في هذا اللقاء، أتحدث على ما يتعلق بهجرة الأفارقة أو تواجدهم في الجزائر. وكنت قد تحدثت في فيديو سابق على أن هناك أسئلة تطرح بشأن تواجدهم في الجزائر وهجرتهم، خصوصا فيما يتعلق بالجانب التحييني، بمعنى عليه اليوم فقط وعلى في هذه السنوات فقط ازداد تواجدهم، كما لو أن لديهم حق أو جنسية جزائرية أو دورهم أو تواجدهم بكثرة في هذا البلد. هذا السؤال يطرح كل مواطن، يطرح رجل دولة على أساس هذه الأسئلة. لابد أن نحدد أولا الإطار كمشكلة، ثم نستعرض الموضوع كوضعية، ثم نحل الوضعية. من خلال تحليلنا الوضعية ممكن بعض الرؤى تتضح للسادة المشاهدين والمتابعين. الأمر الذي تشتغل عليه، وهذه مسلمة حقيقة، التي تشتغل عليه الدولة الوطنية، هو تعزيز الحس الأمني لدى المواطن. تعزيز الحس الأمني لدى المواطن، وهذا في حد ذاته يسهم في تكريس ثقافة الوحدة الوطنية من أجل بناء خطاب في الدولة أو خطاب سياسي يكون فيه توافق ويكون فيه وحدة المجتمع. لكن هذا صراحة لا ينفي وجود سنن تدافع في الكون، وهنا يتعلق الأمر بالجزائر من حيث ما يمكن أن يكون مخطط يستهدف استقرارها ووحدتها. وكمثال على ذلك أن هجرة الأفارقة أو لجوءهم للجزائر من طرف أو في الظرف الحالي يثير التساؤل، بل أكثر من التساؤل، ويدعو إلى تحليل ذلك كحدث يتطلب بحث أسبابه وفحص نتائجه، خصوصا في ظرف يشهد صراعات إقليمية أو دولية وشبه هذا القبيل. وحين استعرض ظاهرة الهجرة الإفريقية للجزائر في المرحلة الحالية وأثير بشأنها أسئلة أو أظهر مخاوفي، فليس ذلك تقليل من قدرة قياداتنا الوطنية في ترصد تلك الظاهرة ولا إملاء لها. ذلك أن المناصب التي تتواجد بها هذه القيادات مع ما ورثته من تاريخ النضال الوطني، كل ذلك كفيل بقدرتها على معالجة المشكلة. وفي ذلك يعتبر ما أثيره في الموضوع إسهاما مني لإشعار الجميع بأهمية التجنيد الكلي والتذكير الدائم، خدمة للمواطن وحماية للوطن، وتأكيد بأن المواطن يملك ما يكفي من الحس الأمني في بلده. الآن نروح نعرض الوضعية. خلوني نتكلم بلسان بسيط. قبل 2015 كانت هجرة الأفارقة أفراد قليلين، بقدر أن وجودهم أو هجرتهم الجزائر لم يكن الأمر الذي يجب الانتباه. في قبل 2015 كانت حرب أهلية في مالي بين بوكو حرام وبين الأزوات وبين الحكومة. طبعا المواطن المالي لا يجد استقرارا، كان يفترض في تلك الأثناء أن يهاجر إلى الجزائر أو إلى دولة أخرى، لكنه لم يهاجر، بما حدث له من هجرة اليوم بعد استقرار بلده. في الوقت نفسه، أي قبل 2015، كان الشعب النيجيري يعيش حالة من المجاعة كبيرة جدا، لدرجة أنه كانوا يأكلوا جلود ويأكلوا الجيف وحاجات من هذا القبيل، مثل ما ذكرنا في فيديو سابق. ولكن وجودهم أو هجرتهم إلى الجزائر كانوا أفراد، وكانوا متواجدين في بلادهم. كانت هجرة داخلية من منطقة إلى أخرى، ومن مدينة إلى أخرى، ومن جهة إلى أخرى، لكن لم تكن هجرتهم بما هي عليه اليوم نحو الجزائر. الأوضاع استقرت صارت هجرة، الأوضاع ما كانش مستقرة ما كانش هجرة بما نحن نعيشه اليوم. هذا اللي يطرح سؤال، والله مفارقة ولا اسم مفارقة؟ اتفاقيات جنيف الدولية تحدث على اللجوء للدول حينما تكون دولة مسمى دولة فيها حرب، المواطن هذا يروحوا لدولة أخرى، الدولة اللي تستقبل تحميهم
وتهيئ لهم وتدير لهم مثل مواطن للإقامة والاستقرار، وتثمن لهم منظمات دولية لا حالة. لكن الآن فيما نشاهده حدث العكس تماما، أوضاعهم استقرت، اليوم بدأوا الهجرة للجزائر. هذا صراحة وضع يخليني نتابع الموضوع، لدرجة أن الجزائر اليوم مش راهي تدير، تجمع هؤلاء الأفارقة في أماكن ثم تجهز لهم حافلات وتنقلهم على الحدود بغرض إعادتهم إلى بلدانهم. جمعهم مجموعات ومن بعد ترحلهم، أو عملية ترحيل عملية مستمرة. قراءة في الحدث. قبل 2015 كانت هناك حرب أهلية في مالي بين حكومة باماكو وحرم الأزوات وتوسط الجزائر لحل الأزمة. طبعا ذلك كان في فيفري 2015 توسط الجزائر في حل الأزمة، وانتهت الحرب بهذا الحال، والنزوح انتهى وحاجة بهذا الحال داخلي وكل ما هذا الحال. لكن الصورة اللي نلاحظها اليوم هي هذه بالذات التي حدثت. في مرات صراحة أكون في المقهى أو في الشارع أو المحل، فيأتي أفريقي متسولا، فتكون فرصة لطرح سؤال على من معي بعد أن يغادر هذا الأفريقي بشأن أسباب لجوئه للجزائر، فأكتشف مقاربة فهم المشكلة لدى من سألتهم تكتفي بأثر المشهد والحالة السيميائية لهؤلاء الأفارقة التي يظهرون بها أمام هذا الجزائري، مما يعزز قناعتي بأن المواطن الجزائري ما زال بحاجة إلى إعادة بناء الحس الأمني والوطني. وجل التفسيرات التي تلقيتها مقتنع أصحابها بأن حالة الفقر والصراع في البلدان الأفريقية هي التي دفعت هؤلاء المساكين باللجوء إلى الجزائر، وهذا الفهم صراحة يخيفنا. فهل كل لاجئ للجزائر كان لجوءه نتيجة وضع اقتصادي صعب أو صراع دائر في بلد اللاجئ؟ سؤال منطقي أبحث لنا عنه عن إجابة من خلال التجارب في تاريخ الأمم في هجراتها وصراعاتها. فيما كانت إجابة بعض الجزائريين بشأن المشكلة هي أن الأفارقة يدخلون تراب الجزائر كمنطقة عبور وهم في طريقهم إلى أوروبا. فلو تأمل جميع من سألتهم عما يخص هجرة الأفارقة تأملا قليلا لأدركوا عدم صحة إجابتهم بفارق الوضعية لما عليه الأفارقة قبل 2015 من فوضى واضطراب ولم يهاجروا، وبين حال استقرار دولهم بعد ذلك لكن هجرتهم مستمرة ومتتابعة. بات واضحا كما لو أن الاستقرار السياسي لدولة ما مصدر للهجرة واللجوء، أمر معكوس، أو هذا منطق معكوس صراحة. السؤال في ذلك فهل علي أن أقتنع بما برر به المواطنون الجزائريون هجرة هؤلاء الأفارقة، أم علي أن أبحث عن إجابة أخرى قد تكون ذات صلة بالحدث الإفريقي؟ الحدث هذا هو الهجرة. راح أتحدث في عنوان الآن هو كيفية هجرة الأفارقة. الأفارقة كيفاش راهم يجوا للجزائر؟ يجوا في الطيارات، يجوا تحت الأرض، كيفاش راهم يجوا؟ باسبورات، راهم عارفين كيفاش راهم يجوا. تتم هجرة الأفارقة نحو بلدان شمال أفريقيا في إطار جماعات تحت إشراف منظم بينهم. فدخول الأفارقة تراب الجزائر لم يكن فرديا، مما يعزز وجود هدف مشترك بين هؤلاء وهم في طريقهم إلى هذا البلد أو ذاك. ويزداد الأمر استفهاما أكثر إذا قلنا أن قبيلة من النيجر بكل ما لها من أفراد وتعداد بحيواناتها وبخيمها دخلت تراب ولاية إليزي، فهل هذا يعد حدثا عفويا وليس مخططا له؟ وهل يمكن لأحدنا أن يصدق أن هذه القبيلة بقططها وكلابها وجمالها وأحمرتها هي في طريقها إلى إسبانيا وبريطانيا وفرنسا؟ صراحة السؤال ما طرحتوش للسخرية، حاشا، ولكن طرحته للشفقة، وهذا أمر واقع كان لابد أن نطرح السؤال لأن الواقع فرضت علينا طرحه. لكي يحصل على إجابة من كل ذلك وغير التي تلقيتها من المواطنين علي أن أبحث عن القرائن التي تعمق فهمي لوضعية الهجرة بشكل أكثر. ففي سنة 2020-2021 كنت أجد أشخاصا أفارقة بحسب يتسولون يوميا، اللهم إلا ما ندر
من أيام غابوا فيها عن المدينة، وكان يكفي ما جمعوه في أيام قليلة بأن يصل بهم إلى ما وراء البحر لو أن لهم نية في الهجرة إلى أوروبا. وفي جوان 2020 مكثوا أياما بمدينة الأغواط، جذب انتباهي كثرة الأفارقة هناك بالمقارنة مع ما أجد عددهم عليه بمدينة حسيبحبح. وكان أمر تسولهم المال من المارة أو الوجبات الغذائية من أصحاب المطاعم واضح لكل ذي عين. وقد ذكر لي صاحب محل بيع الألبسة أن أحد الأفارقة يأتيه كل مساء ليجمع له النقود ويحولها من نقد المعدني إلى النقد الورقي إلى الورق. فسألته عما يتعلق بالقيمة التي يأتي له يوميا ويجمعها له، فصرح لهذا صاحب الفترينة قال لي راه يوميا يجيب لي بين 700,000 بين مليون، مرة مليون 700 800 900 ونجملها له، هو يجمعها بالمية دورو بالألف بالعشرة آلاف بالعشرين ألف، وهذا مول الفترينة يجملها وهذا كيديها كاقب. هذه الوضعية الأخيرة تضعنا أمام قراءة تحليلية مفادها أنه لو أن هذا الأفريقي على غرار الأفارقة الآخرين يتسولون المال من أجل القوت لكان ما جمعه هذا الأفريقي يكفيه لأيام، ولم يكن حين ذاك بحاجة للتسول خلال أيام، كما أن غذاءه وعشاءه وحتى شرب مائه كل ذلك يحظى به من طرف المواطنين. فخلال 10 أيام يكون هذا الأفريقي على الأقل قد جمع ما مقداره 7 مليون، 10 ملايين يكون جمعها في 10 أيام، وهذا الحد الأدنى من التسول يكون جمع 7 ملايين في 10 أيام. نعم، وهذا الحد الأدنى من التسول بالنسبة إليه بناء على ما صرح به صاحب محل الألبسة. والسؤال هو ما الذي فعله هذا الأفريقي بذلك المال؟ ما حقنا نطرح السؤال دون أن ننسى أن هناك أفارقة آخرين يجمعون نفس القيمة أو أكثر أو ما يقارب من ذلك. فهل سأل رجل الدولة في الجزائر سؤاله بشأن ذلك؟ ولك أن تتصور أن 10 أفارقة يسلكون مسلك هذا الأفريقي نفسه ليوم واحد في جمع المال في الجزائر، فما تأثيرهم على الحركة الاقتصادية في الجزائر؟ والعملية على النحو الآتي: 7,000 دينار جزائري يضربها في 10، طبعا 10 أيام، 7,000 دينار جزائري يضربها في 10 أيام تعطيك 70,000 دينار جزائري، أي أنهم جمعوا 70,000 دينار جزائري خلال يوم واحد، هذو 10. وخلال 10 أيام تكون النتيجة على النحو الآتي: 70,000 دينار جزائري في 10 أيام يعطيك 700,000 دينار جزائري. وهذا يدفعنا إلى حتمية معرفة نوع النشاط الاقتصادي أو المهني والحرفي الذي يمتهن هؤلاء أو بعضهم، زيادة على أهمية معرفة الجهة التي تم إنفاق هذا المال فيها. الجزائر مش في بلدهم، ولذلك نحن علينا أن نطرح الأسئلة. إذا كان الحساب هذا التقديري التقريبي غير مخيف لدى البعض، فإني أدعوه إلى إعادة بناء الحس الأمني والوطني في ذهنه وفي تصرفاته وفي علاقاته وفي أحكامه حتى يصحح وضعه. ما هي النشاطات التي يمارسها الأفارقة في الجزائر؟ ممكن أطرح السؤال وهم كثير ممكن يعرفوا نشاطاتهم أكثر مني وأحسن مني، لكن معليش نتحدث بشكل مسهب أو سريع دون أن أفصل. السنوات الأخيرة جعلتنا نكتشف الفعل الأفريقي في الجزائر بما يثير الشكوك، وقد يكون هو نفسه في كل الأقطار الأخرى التي لجأ إليها الأفارقة. ومما تجلى من فعالهم السحر والشعوذة، المتاجرة المخدرات، الدعارة، جلب بعض المنتوجات البسيطة من دولهم، زيادة على فعل السرقة. وسمعت الناس يتحدثون عنهم من حيث استعدادهم للقيام بجرائم القتل، كما قد خرط بعضهم في أعمال البناء لدى أصحاب المقاولات. والسؤال الذي يطرحه رجل الاقتصاد هو: هل الفرد الأفريقي في الجزائر هو فرد منتج أم مفلس يساهم في الإفلاس الاقتصادي والفساد الأخلاقي؟
هذا سؤال جاوبونا عنه من خلال تحليلكم لتصرفات الأفارقة وما يقتنوه يوميا. خلفية تهجير الأفارقة صوب الجزائر. قد يعترض البعض ويقول ماهيش تهجير، هي هجرة. معليش نشوفهم بعد. السؤال الجوهري في المشكلة يتعلق بالتحيين، وهو لماذا حدثت هجرة الأفارقة نحو الجزائر ودول شمال أفريقيا في هذا الوقت بشكل أكثر ما يجذب الانتباه بالمقارنة مع فترات وسنوات عشرية سابقة. موجة الأفارقة من دول الساحل أو من عموم بلاد السودان نحو مناطق الشمال الأفريقي لم يكن حدثا عفويا ولم تكن أسبابه معقولة، بمعنى فدول الساحل استقر حالها سواء في مالي أو في النيجر أو في نيجيريا بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل ذلك من مجاعة وحرب أهلية واستبداد سياسي، مما يجعلنا نقول يفترض أن لا يخرج الأفارقة من دولهم. وأوضح ذلك بالمقارنة على النحو الآتي: بين أن يعيش بعض الأفارقة في دولهم النيجر مثلا ومالي في الظرف الحالي، وبين أن ينتقل هؤلاء إلى دول الشمال الأفريقي وهم عرضة للجوع والتعب والمرض، أي ذلك خير، خصوصا إذا علمنا أن تونس والجزائر تقوم في مرات بتجميع الأفارقة في أماكن قريبة من حدود بلدانهم تمهيدا لنقلهم إليها. زيادة على ذلك أن الأفارقة لكي ينتقلوا من مدينة إلى أخرى في الجزائر وفي تونس كلفهم ذلك الكثير مما يجعلهم يقطعوا مسافات طويلة سيرا على الأقدام. فهل لو أنهم في بلدانهم التي لجأوا منها أكانوا يتعرضون لهذه المشقة وهذه المتاعب؟ الجواب بالطبع لا، جواب بالنفي. فلما هم أي الأفارقة مصرون على التواجد في دول شمال أفريقيا والتي هي بلدان عربية أصلا وتاريخيا ولم تكن يوما موطنا للزنوج؟ على ما كانش موطن للزنوج؟ معناها الأفارقة كانوا يقولوا أفريقيا الأفارقة، راهم غالطين غالطين. والأفارقة وش من تاريخ عاشوا فيه في شمال أفريقيا؟ ما عاشوش. ببساطة أن العنصر الزنجي هذا حينما كان متواجد في أفريقيا صح تواجد فيها. مناطق شمال أفريقيا كانت آهلة بالحيوانات المتوحشة، النمور والأسود على الأساس، وكانت هذه تكفي أن تجعل هؤلاء الأفارقة لا يذهبون إلى هذه المناطق الشمالية بما فيها من غابات وبما فيها من حيوانات موحشة، ولم تكن لديهم أسلحة ولا قدرة للمقاومة لهذه الحيوانات، فكانوا يفرون أمام هذه الحيوانات كما تمر الفئران أمام القطط. ولذلك اكتفى وجودهم في جنوب أو في المناطق التي هي مناطق الصحراء أو المناطق التي عاشوا فيها جيل بعد جيل. فضلا على الفارق في القيم واللغة والتقاليد، احنا مختلفين عن الأفارقة، مكانش حاجة تجمعنا بيننا وبينهم، لغة دين عادات مكانش، حتى نوضح أكثر. فقط علينا أن لا ننظر لهجرة الأفارقة إلى دول شمال أفريقيا على أنها مثل هجرة المكسيكيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ما يجيش واحد يقارن يقول لهم أنها هاو المكسيكيين وأمريكا الوسطى يهاجروا لأمريكا، مش كيف ما قارنش، لا مجال المقارنة. علاش؟ لأن الأمر مختلف تماما ولا مجال للمقارنة. ذلك أن هجرة سكان المكسيك نحو الولايات المتحدة الأمريكية هي حالة دائمة منذ عقود، فترسخت عادات مشتركة وعلاقات عائلية ونشاطات مهنية، زيادة على التجانس اللغوي. وتشترك مع المكسيك دول أمريكا الوسطى، ونشطت تلك الهجرة أكثر صراحة بعد خطاب الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في جويلية 1984 في جويلية قدم الخطاب نتاعو، كان فيه ما يشجع دول أمريكا الوسطى ودول جنوب أفريقيا إلى الهجرة لأمريكا. وهذا ممكن إذا كان عندنا الوقت مناسب نعرض فيديو خاص أو عرض خاص بخطاب الرئيس الأمريكي لما له علاقة وماذا ترتب عنه من تداعيات نحو الولايات المتحدة الأمريكية ونحو بلدان أمريكا الوسطى أو أمريكا الجنوبية. يكفي أن تكون هذه الأسئلة صراحة دافع لرجل الدولة في الجزائر بإعادة صياغة النظر
إلى المشكلة وفق مقاربات مختلفة ليحدد هندسة التعامل معها، خصوصا إذا تعلق الأمر بالتحيين وبتغيير النزاعات الإقليمية وهي تحت تأثير قوى أجنبية مثل فرنسا وأمريكا على الخصوص بمظلة رياح العولمة. هذا الموضوع صراحة في دقائق هذه حبيت نعرضه. بقي الجزء الثاني نستعرضه في حصة أخرى قادمة. هذه 20 دقيقة لهذا الفيديو تكفي، ونأمل من الأصدقاء الذين يتابعون هذا الفيديو أن يتابعوه بتمعن، فيما أني أنتظر تعليقاتهم وأرجو أن تكون على قدر من إسهام لهم في الموضوع، والموضوع فقط ليس عفوي، هذا ما نتحدث عنه في الحصة القادمة، وأن الموضوع له غرض، وأن هناك خلايا أمنية دولية تنشط الأفارقة حتى يقوم بهجرة إلى الجزائر، وأن دراسات التي تقدم بها برنارد لويس في كتاباته بشأن البلاد العربية والإسلامية حينما نطالعها نكتشف ذلك جديا. وفي الأخير أسأل الله لكم التوفيق والاستفادة من هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.